خلفت نتائج التصويت التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والمتعلقة باختيار أفضل لاعب إفريقي للسنة موجة من الغضب والسخرية في نفس الآن داخل وخارج المغرب. وتساءلت وسائل إعلام مصرية وتونسية وجزائرية عن معايير اختيار النيجيري أديمولا لوقمان، بينما بصم الدولي المغربي أشرف حكيمي على موسم استثنائي رفقة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بالتتويج بالميدالية البرونزية كثالث البوديوم، فضلا عن موسم رائع رفقة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي في الدوري والكأس وكذا دوري أبطال أوروبا. وتعالت الأصوات لتغيير طريقة التصويت على الجائزة الأهم ضمن جوائز الكاف السنوية والخاصة بلاعب السنة ذكور، بحيث لم ينال سوى لاعبين اثنين من شمال إفريقيا الجائزة طيلة 21 عاما، فيما أصبحت بقية الجوائز الخاصة بالعنصر النسوي لا تثير الكثير من الاهتمام ولا يسمح فيها بالتصويت بمعايير مختلفة. وأظهر التصويت على أفضل لاعب إفريقي أن هناك لوبي عنصري معادي لكل ما هو قادم من شمال إفريقيا، خاصة وأن عدد المخول لهم التصويت داخل الكاف من شمال إفريقيا ضعيف جدا مقارنة مع إفريقيا جنوب الصحراء التي يسيطر قائدو منتخباتها ومدربيهم على التصويت وترجيح كفة أي لاعب يتفقون حوله دون أي اعتبار للمعايير الموضوعية.